يا هلا بيكم. في قصص كده ساعات بنشوفها على السوشيال ميديا، يعني بتخلي الواحد دماغه تلف حرفيا. النهاردة بقى معانا قصة من النوع ده، قصة أخين كانوا واكلين بعض قدام الكل، خناقات وتهديدات وفضايح على الهوا مباشرة. وفجأة كده تلاقي واحد منهم طالع يقول يا جماعة أنا خلاص رايح أتصالح مع أخويا. إيه ده؟ هل ده بجد صلح حقيقي ولا دي تمثيلية جديدة في المسلسل اللي بنتفرج عليه ده؟ هو التحول ده بصراحة غريب ومفاجئ جدا. يعني لما نشوف الانتقال من كلام زي خلينا نقول مستشفى المجانين، وبعدين فجأة نشوف مشهد صلح واعتذار في المطار، يعني طبيعي جدا الناس تسأل ايه اللي ورا الكواليس. هل دي فعلا نهاية القصة؟ هو ده الكلام. الموضوع قلب السوشيال ميديا. طب خلينا نحاول نفصص الموضوع شوية ونشوف ليه الناس مش مقتنعة قوي بقصة الصلح دي. أول حاجة وأوضح حاجة التناقض الرهيب بين الكلام والأفعال. يعني قبل الصلح بيومين 3 فيديوهات حمدي كانت كلها هجوم. النقطة دي مهمة فعلا. كتير بيشوفوا إن فيها غرور شوية، نرجسية يمكن. ففكرة أن الشخصية دي اللي هو فجأة كده تنكسر وتعتذر بالسهولة دي بعد ما كان بيقول كلام زي أنا أعمل اللي بمزاجي. ده حقيقي. وغير كده كمان الشكوك اللي حوالين مشهد الصلح نفسه اللي في المطار ده. يعني في ملاحظة ممكن تبان بسيطة بس لفتت نظر ناس كتير، إن محمد في نفس المقطع القصير ده لابس لبس مختلف، مرة بنطلون وتيشيرت برتقاني ومرة تانية شورت وتيشيرت تاني خالص. في حين إن حمدي هو بنفس اللبس بالظبط. طب إزاي؟ هل دي لقطات قديمة وتركبت على بعض ولا إيه الموضوع بالظبط؟ ده بيخلي الواحد يشك. ونضيف لده كمان قصة الفيديو الأولاني اللي محمد نزله، اللي كان بيطلب فيه من الناس إنهم يهدوا محدش يهاجم أخوه. اللي اتمسح بسرعة ده؟ أيوة، الفيديو ده اتمسح بسرعة جدا، وأصلا التعليقات وقتها كانت أغلبها سلبية. بعدها بقى بدأت تظهر فيديوهات تانية عليها تعليقات إيجابية بشكل ملحوظ قوي، لدرجة تخليك تحس إنها مش طبيعية. ده بيعزز إحساس إن في محاولة لتوجيه الرأي العام أو تلميع صورة الصلح ده بشكل مفتعل. والموضوع كمان مش واقف عندهم هما الاتنين بس، لا ده مسمع في العيلة كلها. يعني أخوهم الثالث محمود منزل فيديو كلامه فيه واضح جدا تحذير مباشر لأخوه محمد. الرسالة اللي بتقول بسم الله خد بالك من نفسك بقى. أيوة هي دي. دي رسالة غريبة جدا تتقال على العلن. وهنا لازم نسأل برضو عن موقف باقي العيلة، زي حسن ونهال مثلا. دول كانوا واخدين صف محمد ودخلوا في دايرة الخلاف. بعد الصلح المفاجئ ده موقفهم إيه دلوقتي؟ هل حاسين إنهم استخدموا وبعدين اتركنوا على جنب؟ دي نقطة مهمة فعلا. وفي كمان وضع آلاء زوجة محمد. الست دي استحملت هجوم كبير وإهانات. الصلح ده كله تم ومحدش جاب سيرتها، ولا كأن في اعتبار للي حصل لها أو حتى اعتذار ليها أو لأهلها. صحيح. طيب لو افترضنا إن الصلح ده مش طبيعي أو مش حقيقي 100%، إيه ممكن تكون الدوافع اللي وراه؟ هل هي لعبة ترند جديدة وخلاص؟ بصراحة فكرة الترند دي تبدو مستبعدة شوية. ليه؟ لأن لو ده ترند المفروض الكل يستفيد منه بشكل أو بآخر. تمام. لكن اللي حاصل دلوقتي إن محمد هو اللي شكله كسبان أكتر، بيلم تعاطف ومتابعين، بينما حمدي يعتبر هو الخسران الأكبر، خصوصاً بعد فشل كام حملة كان عاملها مؤخراً وخسارته المتابعين كتير. فالأقرب إنها تكون محاولة للم الدور، بمعنى السيطرة على الخسائر. يمكن حسوا إن الموضوع بدأ يأثر عليهم فعلاً بشكل سلبي جداً، فدي محاولة لاحتواء الموقف. ممكن يكون في ضغوط حصلت أو تهديدات أو خسائر حقيقية بدأت تظهر؟ بالظبط كده، ممكن جدا. في كلام بيتردد كمان عن رغبة في إخفاء أمور تانية أكبر، يمكن مشاكل ليها علاقة بشغل معين في تركيا مثلا. حتى خطوة زي حذف قناة والدتهم اللي كان عليها فيديوهات فيها تجاوزات كتير جدا ممكن تتفهم في السياق ده، أو تهدئة الجو قبل ما الأمور تكبر أكتر. وممكن يكون في كمان محاولة لقلب الترابيزة على المتابعين نفسهم، تحملهم مسؤولية اللي حصل. ده اتجاه موجود فعلا، اتهام المتابعين والقنوات اللي بتنتقد بأنهم شياطين أو سبب الفتنة، كأنهم كبش فدا يعلقوا عليه أسباب أي فشل أو تراجع بيحصل لهم. الرسالة اللي وصلت لناس كتير للأسف هي إن المتابعين مش مجرد أرقام أو بزراير حد يدوس عليها زي ما اتقال. السوشيال ميديا دي أرشيف يا جماعة، أرشيف مش بينسى بسهولة. فعلا.
لا الإهانات اللي اتقالت للمتابعين ولا لمصر، ولا حتى الإهانات اللي اتقالت للأخ نفسه ولأهل بيته. صعب كل ده يتمحى بريل مصالحة مفاجئ. في النهاية الصورة فعلا معقدة ومش واضحة خالص. هل دي مجرد لعبة أو تكتيك عشان يمتصوا غضب الناس بعد الخسائر اللي حصلت؟ ولا ممكن يكون في أسرار أو صفقات أكبر بيحاولوا يغطوا عليها بالصلح ده؟ يعني فكرة إن أخ يحذر أخوه التاني من أخوهم التالت زي ما شفنا، دي لوحدها كفيلة تفتح 1000 سؤال وسؤال. فعلا قصة أغرب من الخيال، تخلي الواحد يفكر كتير. والسؤال المهم بقى اللي بيطرح نفسه دلوقتي، بعد كل التقلبات دي والتناقضات دي، هل ممكن أي حد يرجع يصدق أي حاجة تقدم من الشخصيات دي على السوشيال ميديا بنفس الثقة بتاعت زمان؟ ده سؤال صعب إجابته دلوقتي. الأيام الجاية هي اللي غالبا هتكشف الحقيقة. بالظبط، الإجابة هتبان مع الوقت. طيب لو التحليل السريع ده عجبكم والنقاش ده فتح دماغكم شوية، ما تنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في القناة، وشيروا الحلقة دي مع أي حد مهتم بالقصص اللي زي دي عشان توصل لأكبر عدد ممكن. ونشوفكم في حلقة جاية. سلام.